بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع تسنيم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا طبق طاجن زيتون صلصة حمراء. كنت درت معكم نوعين من قبل ولكن صلصة بيضاء. عندي لهنا في الكوكوط حطيت زيت نباتي، شوية زيت نباتي، ندير لهم شوية تاع السمن، يعني ملعقة صغيرة برك تاع السمن ولا نصف ملعقة كبيرة. راح يزيد يعطيه بنه هكذا. راح نعرض لكم مقادير الاول. هنايا درت انا كل شيء مع بعض. درت حبه بصل كبيره وحبه طماطم ونص راس تاع الثوم، يعني الثوم حطوا كميه مليحه، رحيتهم مع بعض في الروبو، ما درتلهمش الماء، رحيتهم مع بعض هكذا. عندي الجزر هنا 3 حبات يكونوا صغار، قطعتهم بهذه الطريقه. عندي هنا طرف تاع اللحم، تقدروا ديروا دجاج. بالنسبه للتوابل عندي لهنا الفلفل الاحمر، تقدروا ديروا الحار كما تقدروا ديروا الحلو، راس الحانوت، قزبر مرحي، تقدروا ديروا فلفل الكحل، وهم التوابل الخاصه بالصلصه الحمراء. عندي طماطم المصبره كذلك ملعقه كبيره. راح نحط اول حاجه هذا الزيت يسخن لي شويه، نحط الطرف تاع اللحم ونحط البصل والطماطم تاعي على ضربه يتقلى لي القدر مع بعضه كامل. نروحوا كيف كيف. اذا هنا هاي لك حطيت لا كوكوط على النار يسخن لي الزيت كما كتشوفوا. الزيتون هنا هذه الغليه الثانيه درت لها شويه تاع الخل. هنايا نتوما ذوبوه، الا لقيتو مازال مر بزاف زيدوا غليوه خطره الثالثه. انا درك كي تذوقت لقيتو ملاح، يعني ماشي راح نزيد نغليه مره اخرى. تقدروا تزيدوا له ملعقه تاع السكر دوك على الاخر هكذا وتشللوه ومن بعد طيبوا به. نستنى انا الزيت يسخن لي شويه ونكملوا. اذا هنا راح نرمي الطرف تاع اللحم، اذا هنايا بعد ما حطيت اللحم هذاك حوالي 5 دقائق قلبته في الزيت برك، يعني على الجهتين. راح نحط البصل طماطم والثوم. اذا هنا راح نضيف التوابل، نضيف طماطم مصبره، نديروا ملعقه تكون معمره مليح. الا عاد ماشي حمراء الطماطم تاعكم زيدوا. انا لو تلاحظوا الملح ما درتش، ما نديرش بق حتى نمرقها وتغلي الغليه الاولى ونشوفها اذا مليحه الملح ولا لا. كما تعرفوا الزيتون فيه كميه كبيره من الملح. على هذا راح نخليها بق، نسكر عليها النار تكون قليله ونخليها حتى تتقلى بشكل جيد ونرجع لكم. اذا هنا شوفوا كيف تقلى لي الملح، شوفوا الزيت هذا كيف يرجع ينفصل. يسمى راهي مقليه بشكل جيد والفوليوم تاعها راه نزل. شفتوا الطماطم والبصل من قبل كي حطيتهم تعمرت لي نص القدره ودوك هاملك هبط. دوك نحط الزيتون، هاولك الزيتون بعد ما شللته، ونحط زنديه او الجزر، ونحط هناك ربطه صغيره بين المعدنوس والدبشه. راح نخليهم هنايا في التقليه هذه حوالي 5 دقائق ومن بعد نمرقهم. اذا هنا 5 دقائق جازوا. راح نحط كميه تاع الماء سخون، بسم الله، نمرقهم بهذه الطريقه. حط الكميه تاع الماء اللي طيب لي اللحم وطيب لي الزيتون وزروديه مازال ماهمش طايبين. اذا راح نغلق عليه الان الكوكوط، نغلق على عفوا باقي نغلق على الكوكوط، ندير الصفاره ونخليه حتى يطيب ان شاء الله وتشوفوه في الصحن التقديم. اذا هذا هو الزيتون هنا بعد ما طاب كما كنتم تشوفوا. لهنا نحيت هذاك البوكي تاع الحشيش
ناحيه الشحمه اللي كانت في اللحم كامل، وكنحط لكم الصحن التقديم تشوفوه ان شاء الله. اذا هذا هو الطبق تاعنا هنا كما كتشوفوا هنا مع عصره قرص. واش نحكي لكم بنا لا تخاف. هنايا كما شفتوني ما حطيتش الملح نهائيا وما زدتش، قلت لكم نذوق كي نمرق ونشوف الا لقيتو ناقص ملوحه نزيد له، ولكن انا جاني بالضبط ما زدتلوش الملح نهائيا. هنا الزيتون دائما ننصحكم بالكم شفتوني غليته دو فوا وما درتلوش الملح هكذاك، كي طيبتو جاني مليح في الملوحه. هنا ما تحطوش الملح حتى بعد ما تتذوقوه، لانه راح اللحم والجزر كلش راح يتبنن من الملوحه تاع الزيتون. على هذه ما كان له ديروا الملح حتى تذوقوه، خطره كاين اللي يجي ناقص ممكن تغليه بزاف راح يروح له الملوحه اللي بزاف، تقدري ثم تزيدي شويه تاع الملح، ولكن هكذا ما تحطيش حتى تذوقيه. نتمنى الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم باذن الله. في الاخير الا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك، تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.